اللوب ده حاجة احنا بنكتبه عشان نكرر كود. احنا عندنا نوعين من اللوبس. احنا عشان نكتب وايل لوب بنكتب وايل قوسين سيركل الشرط بتاعنا، زي مثلا x less than 5 قوسين كيرلي وجواهم الكود اللي عايزينه يتكرر. الكمبيوتر بيطبق الكود ده كالآتي: بيشوف الشرط، لو الشرط صحيح هيطبق الكود اللي جوه القوسين، ولكن هيرجع يبص على الشرط تاني بعد ما يخلص التطبيق. لو شايف ان الشرط ده صح هيطبقه تاني، هيرجع يبص على الكونديشن، وهكذا لغاية ما الكونديشن يطلع بفالس. احنا عشان نحدد كام مرة عايزينه يكرر الكود ده هنخلي الشرط معتمد على مقارنة بفاريبل. مثلا هنا x less than 5 وعندنا في الأول x equal 0. لما يخش على اللوب هيلاقي إن ده بترو، فهيطبق الكود اللي جوه اللوب اللي المفروض هيتكرر. احنا قلنا بقى على كل تكرار عايزين نزود x ب1، يعني لو 0 هيخليه 1، لو 1 هيخليه 2، وهكذا. لما يطبق الكود هيكون x ب1، 1 less than 5 بترو هيطبق الكود تاني، 2 less than 5 بترو هيطبق الكود تاني، لغاية ما x equal 5 فهيطلع بفالس، فهيوقف يطبق الكود ده وهيكمل على باقي الكود اللي في السكريبت. يا ترى ايه اللي هيحصل لو كتبنا هنا true او اي بوليان مش هيكون false ابدا؟ في الحالة دي اللوب ده مش هيوقف تكرار، ودي مشكلة بالنسبة للكمبيوتر عشان المفروض الوايل ستيتمنت كل تكراراته تحصل في فريم واحد بس. فازاي انت هتقدر تطبق حاجة مش هتنتهي ابدا في وقت هينتهي؟ مستحيل. فهيعمل كراش. لو فولس مش هيطبق الوايل ستيتمنت اصلا، هيعمل سكيب كده على طول. ان احنا نكتب true كأننا بنكتب x less than 5 من غير ما نكبر x على كل تكرار. احنا بقى لو عايزين نتجنب المشاكل دي كلها بنكتب هنا احنا محددين القيمة الأولانية هتكون بكام، الشرط ايه بالظبط، وهيزداد بقد ايه على كل تكرار. احنا قلنا جوه اللوب هنا ان هو يطبع i على كل تكرار. المفروض اللي هيطبعه 0 1 2 3 4. هنلاقي ان هو فعلا طبع 0 1 2 3 4. احنا بقى لو عايزين نطبع جدول ضرب 5 ممكن نكتب هنا 11 بعد كده نضرب i في 5، 0 5 10 15 20 لغاية 50.